يؤكد أن حل الدولتين هو الأفضل لمستقبل إسرائيل. إيران توقف تنفيذ بروتوكول التفتيش المفاجئ لمنشآتها النووية. الولايات المتحدة تتخطى نصف مليون وفاة بكورونا وبايدن يصف الأمر بالمفجع. نشرة الأخبار من قناة الغد من القاهرة، أهلا بكم. وفي التفاصيل، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي في اتصال هاتفي أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الأفضل لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتاية إن مسألة الأرض في فلسطين ليست مسألة عقارية بل قضية أمة وهوية شعب، وهي أساس النزاع مع الاحتلال الإسرائيلي. في كلمته بالفيديو كونفرنس للمؤتمر العربي الثاني للأراضي، أوضح شتاية أن مشروع تسوية الأراضي في فلسطين سيلغي جميع الصفقات التي فرضتها قوة الاحتلال. هذا المشروع اللي بنقوم فيه، مشروع تسوية الأراضي في فلسطين، سوف يلغي كل التصنيفات اللي حاولت إسرائيل أن تخلقها فيما يتعلق بتصنيف المناطق الفلسطينية ألف وباء وجيم وغيره. هذا التسوية مشروع وطني من الدرجة الأولى. إلنا شركاء في هذا المشروع، شركائنا سواء كان ذلك برنامج الأمم المتحدة اليو ان هابيتات أو الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي. كل هؤلاء الشركاء أتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير على ما يقدموا لنا من أجل تعزيز صمودنا. أتمنى لمؤتمركم التوفيق. الفلاحين الفلسطينيين بيقولوا ما بيحرث الأرض إلا عجولها، ونحن سنبقى أوفياء لهذه الأرض، ندافع عنها بكل ما نستطيع مثل ما ندافع عن الأقصى وكنيسة القيامة. النصر سيكون حليفنا إن شاء الله. نظر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن أو لجلسة حقوق الإنسان بتصاعد هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، مشيرا إلى زيادة بناء المستوطنات بنسبة 200%. فقد قامت إسرائيل بأدواتها المختلفة، بحكومتها، بجيش احتلالها، بمستوطنيها الإرهابيين، بمضاعفة وتصعيد اعتداءاتهم وإرهابهم على حقوق الشعب الفلسطيني كافة وعلى أرضه بمعدل يزيد عن 200% في بناء المستوطنات غير الشرعية وفيما يسمى بE1، وسرقة الأراضي ومصادرتها وتخريب الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وهدم المنازل وترحيل أبناء شعبنا قسرا وإحلال المستعمرين مكانهم. هدمت سلطات الاحتلال منزل حارس المسجد الأقصى فادي عليان بعد سلسلة من التهديدات التي تلقاها جراء تصديه المستمر لاقتحامات المستوطنين. وتأتي خطوة الهدم رغم أن المنزل ضمن الخطة الهيكلية لبلدية الاحتلال، وذلك ما وصف بأنه يعد عقبا سياسيا لدور حارس المسجد الأقصى. في ساعات الصباح الأولى وصلت الجرافات بلا تردد، باشرت بهدم منزل عائلة عليان في بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة. حارس المسجد الأقصى فادي عليان بنت عائلته المنزل منذ 10 سنوات، ورغم عدم موافقة سلطات الاحتلال على ترخيص المبنى فإنه يقع ضمن الخارطة الهيكلية لبلدية الاحتلال. يرى فادي أن السبب هو عقابي بالأساس لتصديه المستمر لاقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى. اتصلوا علي وهددوني بهدم البيت كوني أعمل بالمسجد الأقصى المبارك ونشيط في مدينة القدس. هذا كان الحديث بكل بساطة. بعدين زي ما أنتم شايفين تم هدم البيت. هل هذا هو العقاب الذي عمليا تم تنفيذه على الأرض؟ أكيد بنظرهم إحنا هذا بعزز صمودنا، بعزز ثباتنا ورباطنا في مدينة القدس. منذ سنوات تلاحق السلطات الإسرائيلية حراس المسجد الأقصى وتصدر بحقهم قرارات إبعاد أو اعتقال، وعائلة عليان ترى أن هدم المنزل هو إجراء عقابي. وأننا كحراس المسجد الأقصى لن نقف مكتوفي الأيدي. مستقبل العائلة بات الآن في برد الشتاء على المحك. صحيح احنا يعني بنينا بدون في البداية يعني ما رحناش على البلدية، لكن بعد ما خلصنا البناء رحنا شايف منشان نتخذ الإجراءات القانونية في البلدية ونقطع رخصة. شايف زي يعني بتعرف الرخصة في البلدية بتستغرق سنوات،
وليس يعني سنة، والرخصة صعبة جدا، لكن حطينا محامي وحطينا مهندس. البلدية الإسرائيلية قالت إن الهدم جاء بسبب البناء دون ترخيص وعدم الالتزام باللوائح. العائلة أكدت أنها قدمت كل الأوراق والمشروعات الهندسية ودفعت المستحقات المالية ووصلت تطمينات بتأجيل الهدم. في النهاية هكذا بدا المشهد على أنقاض المنازل الفلسطينية التي هدمتها سلطات الاحتلال. أولئك الفتية يحملون العلم الفلسطيني وكأنها الرسالة بأن المقدسيين باقون هنا وصامدون في هذه المدينة. أحمد البديري، قناة الغد، القدس المحتلة. حددت محكمة إسرائيلية الخامس من أبريل المقبل موعدا لبدء الاستماع إلى الشهود في قضية أو في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويواجه نتنياهو وهو أول رئيس حكومة في إسرائيل توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه. يواجه تهما بالفساد عبر قبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية، إضافة إلى سوء التعامل مع جائحة كورونا. أعلنت إيران أنها أوقفت تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التفتيش المفاجئ. ومن جانبه قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بمقدور إيران تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%. وأكد خامنئي أن طهران لن ترضخ أبدا للضغوط الأمريكية بشأن أنشطتها النووية. كان البرلمان الإيراني قد صوت بالإجماع على قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، والذي يجبر الحكومة على إلغاء التزاماتها مع وكالة الطاقة الذرية. ويترتب على هذه الخطوة تعرض الرئيس حسن روحاني والحكومة لفرض غرامات مالية وأحكام بالسجن. ومن جانبه طالب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان بتمزيق الاتفاق مع الوكالة الذرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت مدير الوكالة للحصول على تنازلات. في غضون ذلك أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لن تخفف العقوبات على إيران قبل إجراء المفاوضات. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي. ودعا بلينكن طهران للوفاء بالتزاماتها في اتفاقات ضمان السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك دعاها لالتزاماتها الدولية. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بينما سقط ثالث في منطقة الحارثية. ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، بينما تضررت 4 سيارات. وقد تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قيادة عمليات بغداد. عادت أصوات الانفجارات تدوي من جديد في المنطقة الخضراء التي تم استهدافها ب3 صواريخ كاتيوشا بالقرب من مقر السفارة الأمريكية. ووفق بيان خلية الإعلام الأمني فإن صاروخين سقطا بالقرب من قصر السجود في المنطقة الحكومية، بينما سقط الثالث في منطقة الحارثية دون يسفر ذلك عن سقوط أي إصابات، فيما تم العثور على منصات الصواريخ من قبل قيادة عمليات بغداد. هجوم المنطقة الخضراء هو الثالث خلال أسبوع الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهرين من الهدوء النسبي. فقبل أيام تعرضت قاعدة بلد الجوية شمالية بغداد لاستهداف صاروخي مماثل، كما تعرضت قوات التحالف في أربيل شمالي العراق لاستهداف آخر قبل نحو أسبوع أسفر عن مقتل متعاقد مدني مع الجيش الأمريكي وإصابة جندي. ورغم أن البنتاغون اكتفى بإبداء علمه بالحادث بانتظار مزيد من التفاصيل، إلا أن واشنطن عادة ما تتهم ميليشيات عراقية موالية لإيران بإطلاق هذا النوع من الصواريخ على مقر سفارتها والقواعد التي تستضيف قوات أمريكية ومنشآت أخرى في العراق. ويأتي هذا الهجوم في وقت يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات نيابية مبكرة سيكون فيها الرهان على الاستقرار الأمني.
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطي الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 500,000 حالة، وصفه بالأمر المفجع. وفي كلمة له بمناسبة تأبين ضحايا الفيروس، قال بايدن إن إدارته ستواصل محاربة كورونا، ووعد الأمريكيين بهزيمة الجائحة، كما حثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوحدة في مواجهة الفيروس. هذا وقد تخطت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة عتبة 500,000 حالة. وكشفت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز أن إجمالي عدد الأشخاص الذين حصدت الجائحة أرواحهم بلغ 500,071 شخصا، أي بزيادة تبلغ 100,000 عن الحصيلة الإجمالية التي سجلت عشية تنصيب الرئيس جو بايدن قبل نحو شهر. تسلمت مصر شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا وتحتوي على 300,000 جرعة. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنها بصدد استقبال 8,600,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى فتح باب التسجيل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للحصول على اللقاح عقب استكمال تلقيح الأطقم الطبية. بعد أكثر من 6 أشهر على تفجير مرفأ بيروت، يراوح التحقيق مكانه في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق الجديد إثر تنحية القاضي الأول. وفي تطور جديد، تقدم نواب تكتل الجمهورية القوية بطلب لمكتب الأمم المتحدة في لبنان لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في التفجير. التحقيق في جريمة مرفأ بيروت على المحك، فتعيين المحقق الجديد طارق البيطار إثر تنحية المحقق الأول فادي صوان لا يقنع كثيرين بأن التحقيق المحلي سيكشف حقيقة الجريمة، بل لعله سيغرق مجددا بالعراقيل والحصانات التي أطاحت بالتحقيق الأول. واقع دفع بتكتل الجمهورية القوية إلى تسليم مكتب الأمم المتحدة في لبنان عريضة موقعة من نواب التكتل تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في الانفجار. الحقيقة ما ممكن نبين إلا من خلال تحقيق دولي، تحقيق برعاية دولية، لأنه بغض النظر عن قضاتنا يلي جزء منهم كتير مناح، استقلالية القضاء منا قائمة، العلاقة بين السياسة والقضاء كمان علاقة كتير مشبوهة. ولكن التحقيق الدولي يثير انقساما، ففي مقابل تأييده المطلق من قبل عدد من أهالي الضحايا، يؤثر آخرون إعطاء المحقق الجديد مهلة زمنية قصيرة لدراسة الملف وترقب أدائه بعدها، في وقت يعتقد مراقبون أن المجتمع الدولي بنفسه لم يبدي حتى الآن حماسة لذلك. أي متى الواحد بده يبني العدالة ببلده، إذا كل ما بتصير جريمة مهمة بدنا نطلع فيها لبرا؟ لا، أنا بتصور اليوم بالعكس، نحن شايفين أنه هيدي الجريمة هالقد مهمة أنه ممنوع بقى يصير التعامل معها مثل ما كان يصير التعامل مع الجرائم الأخرى. فهي ممكن مراهنين لحديت هلأ أن تكون رافعة لإصلاح العدالة وإصلاح القضاء. إذا لم ننجح بيكون دايما الذهاب إلى الدولة كمان آخر الحلول، بس ما بيصير يكون أول الحلول. 6 أشهر ونصف مضت على انفجار المرفأ، ولم يحدد التحقيق حتى الآن سبب الانفجار، والمشكلة الأساسية الكامنة في من أدخل شحنة النيترات إلى المرفأ، ولماذا ولأي هدف أبقاها على مقربة من مدنيين. ليست هوية التحقيق هي المهمة، المهم كشف الحقيقة، خصوصا أن الاحتمالات تتقدم لناحية تفرقة الأهالي وإطالة التحقيق، ما قد يمهد للتعمية الكلية على أسرار انفجار المرفأ وأكثر هذه الأسرار خطورة. كلوديا بحنا، الغد، بيروت. النشرة مستمرة معكم من قناة الغد من القاهرة، وتشاهدون بعد الفاصل. أكثر من 100 توقيع في عريضة بالبرلمان التونسي لسحب الثقة من الغنوشي. للحقيقة أبعد، للقضايا أبعد، للسياسة أبعد، للناس أبعد، للأحداث أبعاد، للتأثير أبعاد،
الصورة أبعد. الغد الصورة بكل الأبعاد. الخارجية الأمريكية تؤكد أن حل الدولتين هو الأفضل لمستقبل إسرائيل. إيران توقف تنفيذ بروتوكول التفتيش المفاجئ لمنشآتها النووية. الولايات المتحدة تتخطى نصف مليون وفاة بكورونا وبايدن يصف الأمر بالمفجع. أهلا بكم من جديد. أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي رضا الزغمي توقيع جميع أعضاء الكتلة على عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان. وأشار الزغمي إلى أنه تم تجميع 103 إمضاءات على العريضة تمهيدا لعرضها على مكتب البرلمان وإحالتها للجلسة العامة. وأضاف أنه طرح اقتراحا للاتفاق بين الكتل البرلمانية على اختيار بديل للغنوشي في رئاسة المجلس إذا تم سحب الثقة. ويشار إلى أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان هي الثانية من نوعها. في الشأن التونسي أيضا أكد الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي أنه سيرفع قضية لدى الحرس الوطني بسبب تلقيه تهديدات بالقتل. وقال الطبوبي إنه تلقى تهديدات من قبل تونسي مقيم في نيويورك. وأشار إلى أن التهديدات لها علاقة بوضعية المديرة العامة للخطوط التونسية المقالة ألفة الحمدي. عقد وفدان رسميان من دولتي الإمارات وقطر اجتماعا في الكويت لمتابعة الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يعد الأول منذ القمة الخليجية الأخيرة أكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة. أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي تدشين المرصد العربي لحقوق الإنسان كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المحقق في مجال حقوق الإنسان. وفي كلمة له أمام البرلمان العربي أوضح العسومي أن المرصد يهدف إلى الرد على ادعاءات التقارير المسيسة والمغلوطة. يشرفني أن أعلن اليوم عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان كآلية عربية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في دولنا العربية وتقييم مدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق نشدد على رفضنا التام لما تضمنته البيانات والتقارير المسيسة والمغلوطة التي صدرت مؤخرا من بعض الجهات والمنظمات بشأن حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية. ونأكد في الوقت ذاته أننا لسنا ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، بل أن إحدى المهام الرئيسية للبرلمان العربي هي صيانة ودعم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها. يواجه حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في تركيا ضغوطا متزايدة من حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المتحالفة معه. وصلت حدة هذه الاتهامات إلى حد مطالبة بعض القوميين بإغلاق حزب الشعوب بدعوى وجود صلات له مع حزب العمال الكردستاني. على عدة مستويات باتت الضغوط تحاصر حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من تحالف الحزب الحاكم في تركيا. المزيد من الاتهامات المتعلقة بالإرهاب بحق المزيد من نواب الحزب، والقادم هو رفع الحصانة الدبلوماسية عنهم في البرلمان تمهيدا لمحاكمتهم وسجنهم. Cumhurbaşkanlığı üzerinden meclise gelecek. تحضر لائحة الاتهام بحق نواب الشعوب الديمقراطية من طرف الادعاء العام، ثم ترسل لوزارة العدل ومنها لرئاسة الجمهورية التي ترسل بدورها طلبا للبرلمان برفع الحصانة عن المتهمين للتصويت عليه. وعندما يصل للبرلمان سنقوم بكل ما يلزم. وزير الداخلية التركي اتهم إحدى أعضاء الحزب الكردي في البرلمان التركي بزيارة منطقة كارا الخاضعة لسيطرة العمال الكردستاني في شمالي العراق، والتي قتل فيها مؤخرا 13 تركيا، ولكن الأخيرة نفت التهمة واعتبرت بأنها ضمن حملة تستهدف الحزب.
اتهامات وزير الداخلية التركية بحقي بأنني توجهت لمنطقة كارا شمالي العراق هي اتهامات كاذبة وباطلة ولا أساس لها من الصحة، وإن كانت لديه أدلة ومعلومات حول هذا الأمر لماذا لا يقدمها للقضاء؟ هذه حملة واضحة. وفي آخر انتخابات جرت في تركيا في يونيو من العام 2018 حصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 67 مقعدا في البرلمان ليصبح ثالث حزب من حيث الحجم فيه، وهو ما شكل هاجسا كبيرا لتحالف الحزب الحاكم. الاعتقالات التي طالت الكثير من قيادات وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطية الكردي أفقدته الكثير من المقاعد في البرلمان، ورغم هذا يطالب القوميون بإغلاقه، فيما ترفض المعارضة فكرة عودة البلاد لحقبة إغلاق الأحزاب. على مصبحات لقناة الغد، اسطنبول. أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أن الحكومة أمامها العديد من الأولويات أهمها تعزيز قدرات الشرطة والاستعانة بالخبرات الخارجية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى تطوير علاقات دولية جديدة. نحن بنطمح لقيام علاقات خارجية تقوم على مصلحة السودان أولا وأخيرا، علاقات متوازنة نحافظ فيها على جوارنا ونكون سودان جديد يمثل قوة للسلام والتعامل الحضاري والتعامل الجميل مع جيراننا. هذا وقد وجد تعويم سعر الجنيه السوداني ترحيبا من البنك الدولي الذي قال إن الخطوة ستقود لإنهاء ديون السودان وتمتعه بالاستثمارات والدعم الخارجي، إلا أن تلك الخطوة لاقت مخاوف داخلية من غلاء المعيشة. إعلان السودان توحيد وتحرير صرف الجنيه السوداني عده مراقبون سبيلا لوقف المزيد من الانفلات في أسعار الصرف بعد أن فاق سعر الدولار الواحد 400 جنيه في السوق الموازي في الأيام الماضية. وصاحب القرار موجة تخوف من تأثير التعويم على الأسر المتعففة التي ستعاني من ارتفاع مستوى المعيشة، إلا أن وزير المالية قد أرسل تطميناته بدعم المستحقين. برنامج بتاع دعم الأسر الفقيرة، والبرنامج ده برنامج واسع ممكن يصل ل 80% من الأسر في السودان، والبرنامج ماشي. وأيضا أخونا وزير التجارة حيتحدث لكم عن برنامج سلعتي. حدد بنك السودان 375 جنيها سعرا تأشيريا مقارنة مع 55 جنيه السعر الرسمي، أي بزيادة 700%، الأمر الذي يؤثر على السلع المصنعة محليا لتأثرها بارتفاع تكلفة الإنتاج. أما المنتجات الكمالية المستوردة بعد غلاء المعيشة ستخرج من المنافسة الشرائية. وبالنسبة للمواطن صعب شديد إن التعويم، بالتالي السوق الموازي هيكون برضو نفس الشيء، هيخلق لنا مشكلة في الاستيراد ومشكلة كثيرة للمواطن. الحركة الشرائية هتجيب. وقال بنك السودان المركزي إن القرار يهدف إلى إزالة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني المثقل بالأزمات في ظل ارتفاع الديون إلى 70 مليار دولار والتضخم إلى ما فوق 300%. إذا كان هنالك دعم من المغتربين في تحويل مبالغ يومية شهرية تزيد في الاقتصاد والكتلة النقدية بالنقد الأجنبي ويؤدي إلى تحسين في موازنة الدولة وتشييد المشاريع البنية التحتية. واشترط اقتصاديون لنجاح الخطوة أن تتحول الدولة إلى بائع صاف للنقد الأجنبي لتمويل واردات السلع الاستراتيجية بواسطة القطاع الخاص. أشاد رئيس البنك الدولي بخطوة السودان في تعويم الجنيه السوداني. هذه الخطوة التي عدت مكافحة للتهريب وجالبة للاستثمارات والدعومات الخارجية، إلا أن اقتصاديين سودانيين قد تخوفوا منها بحجة عدم وجود الاحتياطات اللازمة من النقد الأجنبي أو الذهب. عفرة فتح الرحمن، قناة الغد، الخرطوم. استعرض المتحدث الرسمي لمعرضي ايدكس ونافدكس 2021 العميد ركن محمد خميس الحساني استعرض صفقات اليوم الثاني من المعرض والمقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتخطت القيمة الإجمالية 7 مليارات درهم إماراتي في 11 صفقة محلية وخارجية. سنكون الآن في معرض الدفاع البحري نافدكس، هذا المعرض الذي تتزامن فعالياته مع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي
آيدكس. هذا المعرض يعتبر من أهم وأكبر المعارض العالمية التي تهتم بعرض الابتكارات والأنظمة البحرية ومعدات الشركات المتطورة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع البحري. هنا في هذه النسخة السادسة من معرض الدفاع البحري تتواجد 17 قطعة ضخمة من القطع البحرية المختصة في مجالات الدفاع البحري وأيضا حرس السواحل، بالإضافة إلى القطع الصغيرة المتواجدة هنا في هذه النسخة والتي تختص في مجالات الإنقاذ، في مجالات الدفاع البحري، في مجالات أيضا عديدة يمكن استخدامها من خلال تواجدها في الدول المالكة لها. وجود هذا العدد الكبير من القطع البحرية وأيضا الوفود الرسمية على المستوى الرفيع التي تزور وتطلع على ما يعرض هنا من ابتكارات وأيضا تقنيات حديثة لهذه القطع يؤكد أهمية هذا الحدث وأيضا يؤكد إلى أي مستوى وصل هذا الحدث عالميا من خلال انعقاده منذ 10 سنوات ولغاية اليوم في هذه الدورة في العام 2021 الدورة السادسة. الزائر لهذا المعرض والمختصون والمهتمون بهذه القطع البحرية بمختلف أنواعها لن يأتي إلى هنا لمشاهدة هذه القطع فقط وهي ترسو على مياه العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وإنما سيكون هناك عروض حية لهذه القطع ستقدم يوميا. وبما أننا في معرض الدفاع البحري نافدكس تحديدا المصاحب لمعرض آيدكس، لا بد من الحديث عن التطور الذي وصلت إليه الإمارات في هذه الصناعة. دولة الإمارات وصلت إلى مراحل متقدمة في هذا المجال، هناك شركات مختصة في مجال الدفاع البحري تشارك من خلال هذا الحدث. كنت معكم أنا عبد الله الزعبي من العاصمة الإماراتية أبو ظبي في تغطية خاصة لقناة الغد للحديث عن هذا المعرض المختص بمجال الدفاع البحري. في ختام نشرة الأخبار من قناة الغد من القاهرة نذكركم بأهم عناوينها. الخارجية الأمريكية تؤكد أن حل الدولتين هو الأفضل لمستقبل إسرائيل. إيران توقف تنفيذ بروتوكول التفتيش المفاجئ لمنشآتها النووية. الولايات المتحدة تتخطى نصف مليون وفاة بكورونا وبايدن يصف الأمر بالمفجع. انتهت النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.